السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم طاقة بالتفاح المكرمل بجينواز ناجح 100% وخطوات سهلة وناجحة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم وتتبعوا معايا الخطوات وتشاركوني تعليقاتكم وآرائكم الطيبة وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد للقناة. ونشكر العضوات الجدد والناس اللي راح تجرب لي وصفاتي وتعلق تعليقات طيبة. ربي يحفظكم ان شاء الله. والله هذه التعليقات تفرحني بزاف وتزيد تشجعني. نتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم وتخلوا لي تعليقاتكم، وراح نخلي لكم جميع المقادير في صندوق الوصف والنصائح. نبدو على بركة الله مع بعض الوصفة. هنايا في حمام مائي درت 6 حبات بيض، كل بيضه الوزن تاعها 50 غرام. لازم البيض تخرجوه قبل ليله كامله ولا بساعات قليله، ليسونسيال لازم البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. نضيف هنايا مبشور ليمون ولا ملعقه تاع فاني. نضيف 175 غرام من السكر. نخفق هنايا على سرعة قصوى. تقدروا هنايا ديروا بالبيتخان. لازم تخفقوا جيدا باش يدخل الهواء حتى تتشكل رغوة. كما راكم تشوفوا تتشكل هاد لاموس وما تكونش متقطعة. لازم تحترموا مدة الخفق 10 دقائق حتى 15 دقيقة، يتضاعف الخليط ويصبح اللون تاعها ابيض. هنايا كنت غربلت مسبقا 175 غرام من الفارينة، نضيفها على دفعات، يعني نضيف ملعقتين نغربلهم ونضيف ونخلط بالفوي من الاسفل للاعلى. نخلطه ببطء ولازم تتاكدوا بلي ما كانش هذيك الحبيبات تاع الفارينة. نخلطه بهذا الشكل ونخبطوا الفوي على الغيسيبيون. هذه خطوه مهمه باش كي يطيب الجينواز ما يجيكمش هذوك لي غريمون في الجينواز. كما راكم تشوفوا نغربل ونضيف بالملعقتين بالتدريج. ملاحظه مهمه هنا، قبل كاع ما تبدو تخلطوا سخنوا الفرن على 165 درجه، يعني الجينواز لازم تطيب على درجه حراره هادئه باش كي تخرجوها من الفوغ ما تهبط لكمش. كما راكم تشوفوا هنايا خلطت جيدا من الاسفل للاعلى وما قعدوش كاع هذوك الحبيبات تاع الفارينه. هذا قوام تاع الخليط ويكون متواصل ما تقطعكمش الشريط. هنايا كنت حضرت سيرسو، تقدروا ديروا مول القطر تاعه 16 سنتيمتر والارتفاع تاعه اللي خدمت به 8.5 سنتيمتر. فرشته بورق الطهي ودهنته جيدا بالزبده. يعني ما تخافوش ما راحش تخرج لكم الخليط من السيرسو. هنايا نخبطوا جيدا صينيه الفرن، وهذه المرحله باش ما تشكل لكمش قبه بعد ما طيب الجينواز ديروا هكا بالعود. هنا بعد مرور 50 دقيقة كي طابت الجينواز طفيت الفور وفتحته جزئيا، خليتها في الفور 10 دقائق ومن بعد خرجتها. بعد اللي خرجتها خليتها في الثلاجة ليلة كاملة باش هكا كي تقطعوها يجي التقطيع تاعها متساوي. هنا راح نحضر معكم كريمة الزبدة السويسرية. عندي 5 بياض البيض كنت خرجتها مسبقا ليلة كاملة، يكون بدرجة حرارة الغرفة. ضفت له 150 غرام من السكر ودرتها في حمام مائي. لازم تخلطوا جيدا حتى تذوب حبيبات السكر، هكا يتعقم البيض. باش ننجح لكم كريمه الزبده السويسريه لازم السكر يذوب تماما وتخفقوا بالضراب الكهربائي على سرعه قصوى حتى تتشكل مورينغ كثيفه وما تهبط لكمش. هنا لازم تبردوا الغيسيبيون وتبردوا المورينغ. ما لازمش تضيفوا المارغرين او الزبده والمورينغ تكون ساخنه. هنايا خدمت بمارغرين اوبلين 350 غرام حتى 400 غرام. تقدروا تخدموا باي زبده او اي مارغرين، ليسونسيال تكون الماده الدسمه تاعها 82%. ولازم تكون بوماد ما تكونش بارده وتضيفوها على دفعات بعد ما تكونوا بردتوا الغيسيبيون. ما تخافوش، هنا راح تشوفوا انها طلقت شويه ماء والقوام تاعها اصبح جاري شويه، لكن كل ما خفقتوا اكثر راح تصبح الكريمه كثيفه واللون تاعها ابيض. يعني لازم تصبروا شويه وتخفقوا من 15 حتى ل 20 دقيقه. قوام تاعها بزاف هايل، نستخدمها للحشو والتغليف الطورطات والكيكات. كما راكم تشوفوا بعد الخفق ولات خفيفه.
والملمس تاعها بزاف هايل. بالنسبه للتنكيه انا درت هنايا ملعقه كبيره من الفانيليا. تقدروا تضيفوا اي حاجه تنكهوا بها، 100 غرام من مثلا البراليني او شوكولاته الطلي كيما تحبوا. هنايا النكهه حسب الرغبه تاعكم. هنايا نحضر التفاح المكرمل. عندي هنايا كوب الا ربع من السكر. نضيف هنايا 3 حبات من تفاح مقطع، ملعقتين من الزبده، وعصير نصف ليمونه. بالنسبه للقرفه راح نضيفها في الاخير بعد ما يتكرمل التفاح. هنا نفرغها في وعاء ونخليه جانبا. بعد ما طابت الجينواز قطعتها، شوفوا ما شاء الله يعني جات خفيفه وهايله. وكما قلت لكم لازم تتاكدوا بلي حبيبات الفرينه ما قعدتش في الخليط باش ما يجيكمش هذوك لي غريمو. راح نبدا مرحله التزيين. هنا بالنسبه للسيرو درت 50 غرام من السكر و50 غرام من الماء وشريحه من الليمون. بعد ما يغلي نسقي به الجينواز. نفرغ هنايا الكريمه والتفاح المكرمل. تجي بزاف بنينه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نكمل نسقي جميع الطبقات. راح نخلي لكم جميع المقادير والملاحظات في صندوق الوصف. نخليكم مع التزيين. نتمنى ان شاء الله تكونوا تتبعوا معايا الخطوات، واي استفسار او اي ملاحظه خلوها لي في التعليق وراح نجاوبكم ان شاء الله. نواصل التزيين بهذا الشكل. كما قلت لكم تقدروا تسقوا باي سيرو حبيتوا. وصفه سهله وناجحه، الناس اللي عندها اعياد ميلاد والناس اللي تحب دير مشاريع. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم. هنايا حاولت قدر المستطاع اني نسرع من الفيديو باش ما يجيكمش طويل وممل. اي ملاحظه راح نخليها لكم في صندوق الوصف، وانتم اي استفسار او اي حاجه ما فهمتوهاش خلوها لي في التعليقات وراح نجاوبكم ان شاء الله. هنا نساوي الحواف، ندخلها للثلاجه 30 دقيقه حتى يبرد. بالنسبه هنايا للتغليف انا استعملت لا كريم شونتي، ما بقاتليش كريمه الزبده السويسريه، يعني ما كفاتنيش للتغليف للامانه. هنايا خفقت كوبين من بودره الشونتي مع كوب من الحليب بارد وغلفت بها الحواف. هنا تزيين بسيط بالبندق. تزيين اختياري حسب الذوق تاعكم. وكنت حضرت هنايا الكراميل مسبقا، نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. تزيين بسيط ان شاء الله يعجبكم وتخلوا لي تعليقاتكم. صدقوني اذا جربتوها راح تعجبكم، بنتها هايله بزاف مع التفاح المكرمل. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم ووصفه اليوم، وتجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد القناه. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.